بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه معكم نجاة ساد، تحليل لسهم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية. حقيقة الأمر في حاجة لفتت نظري على الشرط دوت، أنا معرفش ما مدى صحتها، لأن المفروض إن أنا بتعامل مع الشرط اللي قدامي من واقع الأرقام اللي عليه، ولكن لازم أخدها في الحسبان ولازم أشتغل عليها وأحط كل الاحتمالات اللي فيها ونشوف الدنيا ان شاء الله هيكون فيها ايه موضوع. عشان كده انا قلت هشرحه في فيديو، لان ما كانش هينفع شرح كتابي، مش هعرف اوصل المعلومة زي ما هشوفه اعمله في الفيديو. مبدئيا انا عندي هنا قمة وعندي هنا قمة، انا طبعا عامله على الويكلي، لو عملته على الشهري كده عشان يبان لك اكتر، تشوف ايه اللي على الشهري ظهر كده، ايه اللي على الشهري. في شمعة غريبة هنا، بص الشمعة دي عاملة ايه، عاملة حاجة غريبة قوي. ده سنة 98. طبعا واحد يقول لي يا عم انت جاي لي من 98 وتشرح لي، يا اخوانا الشرط هو شرط كامل ايا كان الوضع ايه، يعني مش قضية يعني انا النهاردة لما اجي اتكلم على الشرط بالطريقة اللي قدامي دي نحط كل الاحتمالات. إيه اللي يمنع؟ هو طبعا بقاله فترة زمنية طويلة معرض زي ما انت شايف، وليس مثلا اسبوع او اتنين. يعني هعمل هنا حاجة غريبة، تنفيذ 250 سهم بس، من فتح 8 جنيه يطلع يعمل 242 جنيه، وبعدين يعمل له 231، وبعدين يقفل على 242 ب 250 سهم بس. مش عارف ايه القصة دي بالظبط يعني، ولكن لازم احطها في الاعتبار. خلاص اديني وريتك على الشاشة. طيب المفروض ان هو نزل عمل حوالي 10 جنيه زي ما انت شايف على الشاشة، نزل عمل 10 جنيه و13 قرش، ومنها طلع عمل حدود 72 جنيه ونص. طبعا كل ده مع الوقت والزمن، يعني مش ده من 98 بعد 10 سنين. يعني طبعا مين هيقعد بقى 10 سنين عشان يقعد 10 سنين ايه، ده 11 سنة. وبعدين نزل منها وطلع تاني عمل قمة اقل 41، والنهاية نزل عمل لنا بقى 10 فلات زي ما انت شايف على الشاشة، 10 فلات. يبقى انا عندي قاعين اللي هو ده وده، 10 فلات و10 13. طبعا عشان التنفيذة 250، ففي ناس كتير ما بصيتش بقى للشمعة ولا الكلام، لكن انا هحطها في الحسبان وهرجع اشتغل تاني من القمم العادية بتاعتنا، اللي المفروض لو انت تلاحظ انا حاطط هنا باللون احمر. والانتظار للقمة التالتة. تعال نشوف كده مع برنامج النجاتية الاول هنقول ايه. ده 240 83 هاخدها، واللي عايز يتكلم يتكلم. وعندي 10 13 بالملي هاخدها، اللي هي القاع اللي هو نزل منه مباشرة، وليس القاع بتاع دلوقتي. بص كده، لما نزل ال10 جنيه قال لي مستهدفه لازم يكون طريقتنا العادية 36 جنيه، ثم يستهدف القمة اللي فوق منها وبالثبات فيها فوقيها يطلع يجيب اللي بعديها، وهكذا. وانت عرفتوا الطريقة المنظمة بتاعتنا. طب هو عمل ايه من ال10 هنا؟ قلنا طلع عمل 72 جنيه. تمام كده. طيب بعد ما عمل ال 72 جنيه وهي كانت فوق، هو جايبها من له كام؟ جايبها من له 23 وخدها. طبعا ده عشان على الشهري، لكن انت لو فتحنا الشرط شوية مثلا على الويكلي كده هتلاحظ ان هو مشي، طلع مثلا حدود 19 ونزل تاني، وبعدين طلع حدود هنا ال31 وشوية اهيت اللي احنا قلنا عليها لازم يثبت فوقيها، اللي هو الهدف الرئيسي او المستهدف بتاعه اللي هو حوالي 36 او 35 جنيه. بعدين نزل وعمل شمعة كبيرة دي. لو فتحنا بقى الويكلي هتلاقي الديلي ممكن تلاقي فيها اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هي منطقة ال35 مثلا. المنظرة قدامك دي اول حاجة، ال21. وبعدين طلع بفجوات، هنا عمل اهو 30 31 اللي هي منطقة ال35 6، وطلع بفجوات بعد كده. كل ده بقى مش هيهمنا. تعالى نقفل تاني ونرجع نقول ايه.
انا عندي قمة اهي وعندي قمة اهي، وبعدين نزل منها عمل 10 فلات بعد كده. مش هتفرق بقى، انا هعمل ده كده واشيل ال 242 ديت. خلاص عرفنا المستهدف يكون 36 او 35 جنيه مبدئيا. تعال ناخد ال10 فلات بقى اللي هو جابها الاخيرة خالص، اللي هي فين؟ اللي هي المنطقة ديت اللي عمل فيها العشرة الفلات زي ما انت شايفها، 10 فلات. هيحصل ايه؟ كبر شوية عشان نشتغل. يبقى انا عندي قمة وعندي اتنين، وهو ده القاع الاخير، مع ان في قاع شبيه ليه على مر السنين دي كلها، وزي ما بيقولوا التاريخ بيعيد نفسه. طيب هدوس هنا كده، قال لي بقى خلاص ال10 الفلات دي ما ينفعش ينزل يكسر ال69 ديت ولا يلمسها عشان ما يخشش عش الضبابير. لما يدخل عش الضبابير يبقى عنده مشكلة، على ما يطلع منها بياخد وقت. طيب يبقى بيستهدف لي 3 أهداف الأولانيين دول، ومنها الهدف رقم 3 اللي هو ال20، يعني 13 15 20 يثبت فوق ال20 يستهدف لي 3 من دول. لاحظ كده هنا هتلاقي 35 جنيه برغم ان انا واخد القاع فقط لا غير. اذا ال35 جنيه دي هدف 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 زي اي ورقة. خلاص انتهينا. لما بناخد بالطريقة العكسية يبقى اول حاجة بيستهدفها لي اللي هنا تحت مسمى القاع المؤكد، عشان انا ماشي بالعكس. تمام كده. واحنا شفناها 35 او 36. وبالطريقة دي بقى اللي انا باخد القاع بس بحطه في البرنامج وبقول له قول لي ايه النتيجة. قال لي خلي بالك عشان نستكمل عملية صعود ما ينفعش يشتغل لي هنا، وبيستهدف لي 1 2 3 بالثبات فوق التالت، يروح لي على 3 أهداف من دول 1 2 3 مرورا بال25 وال30. طيب ما تيجي كده نشوف هو عمل ايه. نقفل نفتح قصدي شوية، هنلاقي طلع من ال10 الفلات دي أول نقطة وقف فيها 17 29 اللي هي دي، وفضل معرض، وبعدين طلع لحدود 22 مباشرة. أنا عندي هنا 20 هو اخترق الهدف الثالث ومنتظر الثبات عليه. هل نزل لفين؟ أقل حاجة نزل لها 19 جنيه. طب ما تيجي نفتح ديلي بقى ونشوف الدنيا فيها ايه. لما فتحت الديلي لاحظ معايا كده هنا اهو، يعني في المنطقة دي كده ادي ال10 الفلات طلع منها حدود ال12 جنيه، وبعدين طلع تاني لحدود 12 وشوية. لو تركز كده معايا بيحاول يشتغل على الهدف الاولاني. احنا كده شغل تقريب المسافات، وبعدين راح مخترق مباشرة. واول وقفة هنا بعد ما راح فين؟ راح لل15 86 اللي هو يعتبر الهدف التاني فوق منه. طبعا بيريح على شمعة واحدة 14، وقفل 14 ونص اللي هو قريب من الهدف اللي فوق منه على طول. وبعدين طلع عمل لي 17 وفضل بقى معرض، وبعدين مشي عمل 17 وهكذا الى ان نزل تاني لحدود ال15 زي ما انت شايف، اللي هو بقى خلاص بيأكد ال15 جنيه اللي هي بقت حاجة ما تسمى دعم ليه عشان يبتدي يخترق الهدف الثالث والثبات فوقه. بعد ال15 جنيه طلع تاني راح عامل 18، وبعدين ريح، وبعدين راح طلع تاني عمل 19 55. اذا داخلين على 20 جنيه اللي هي الهدف الثالث عشان يثبت عليه. لاحظ كده بيجمع حواليه او بيستجمع قواه او بيريح شوية اي لغة إن كانت. 19 45 هي حوالين ال20، وبعدين هنا عمل لنا ال20 8 بالظبط. لاحظ كده هنا ال20 هاي 8 اهي زي ما انت شايف. قفل 19 69، ولكن المهم ان هو نفذ عليه. ادي ال20 و8 اللي هو الهدف الثالث المنشود اللي احنا قلنا عليه رقم 3 يثبت فوق منه. نزل منه على طول راح لل18، وبعدين راح طلع عرض. شوف التعريضة دي الاستعداد لاختراق الهدف الثالث ويثبت فوقيه. عمل كام؟ عمل 21، عمل 21 79 واللو بتاعه 20، وقفل 19 يعني قفل تحت الهدف الثالث، لكنه بعد كده كمل ووصل لل22. طب انا هعمل ايه هنا؟ خلاص كده انا هاخد دي قمة اللي هي دي 22 ونص، وهقول له هنشتغل بقى بالطريقة المضربية شوية، واقول له ادي ال22 ونص. قول لي بقى عايزين نعمل ايه؟ قال لي بص الطريقة دي
اللي هي من نسبة القاع للقمة بالطريقة العدلة. هو المفروض ان انا اشتغل على دي الاول، واخد بالك، ولكن هنا يعني نقدر نقول ايه، عملية تعريضية مفيش مشكلة. لكن بالنسبة للنجاتية تسمى قمة، اللي هي ال17 29. تعالى طب ناخد ال17 29 الاول، بعدين نتكلم على ال 22 الاخيرة. بنوسع بقى المدة شوية. 17 22، مش 17 22 ولا كام؟ 17 29. تفرق؟ تفرق يا عم. قال لي خلي بالك بقى، لو كسر ال17 دي داون ما يكسرليش ال14 ونص، وهي كانت معانا 15 جنيه لو انت متذكر، لسه قايلينها دلوقتي. ما يكسرش بمعنى ادق التريد الاولاني. انا بتكلم هنا خانات، يعني انا يمكن انا بقولها بالارقام بس انت لاحظ ان انا بتكلم على خانه خانه. يعني دي منطقه تريدات ويعيش الضبابير زي ما قلنا، ما ينفعش يكسر التريد الاولاني عشان يجرب تاني على ال17 ويطلع يقول بقى 19 72 ثم الى يستهدف لي الهدف دوت بالثبات عليه، يطلع يجيب لي الثلاثه من دول. هنلاحظ هنا ان في ال 35 36 تقريبا، اذا هو الهدف المنشود المرور اليه وصولا ليه باذن الله ان شاء الله. جميل كده. طب هو فعلا بعد ما خدنا ال17 دي عمل الارقام دي؟ ما عمل الارقام دي. يعني احنا خدنا هنا ادي ال17، نزل منها عمل 15 و10 اللي هي احنا قلناها قبل كده، اللي هي فوق التريد التاني هي. وبعدين كمل عمل 19 55، طلع فوق ال17 ووصل للهدف الاولاني 19 72. نزل منها طبعا، وبعدين طلع تاني عمل 20 فلات، واخد بال حضرتك، و8. ادي ال 20 92 فرقت من الناحيه التانيه شويه. في النهايه تعالى ناخد بقى ال 22 50 ونقول له احنا حاليا هنروح فين وهيحصل ايه، عشان نبتدي احنا ناخد حذرنا ونشتغل معاه ازاي. تاني نرجع لحته، لاحظ معايا رقم 17 نزل للتريد الاول بعد ما كان هو الاول هنا في التريد الرابع. اصبح اقصى حدود الدعم بتاعه 17 62 مع كسر احتماليات بسيطه، ويرتد من المحتمل الاولاني ويخش تاني عش الضبير فوق التريد الاولاني. ما يكسرش التريد الاولاني ايا كان عشان يشتغل في عش الضبير طالع نازل الى ان يخترق ال 22 ثم يستهدف لي 1 2 3. ادي ال 35 ظهرت معانا مره اخرى، واحنا قلنا الهدف الثالث ده هو انا بشتغل عليه دايما. اذا ال 35 هي مستهدف مبدئي للسهم. طيب لو ثبت فوق ال 35 هيستهدف لي 3 من دول، تخيل. طب نجيبها ازاي دي؟ قلنا من ال 242 242 مش مهم الكسور. ادي ال 35 اللي احنا قلنا طالما بناخد بطريقه عكسيه يبقى انا بستهدف اول هدف اللي هو القاع المؤكد، لان انا جاي من تحت لفوق. خلاص. اخر حاجه كنا واخدينها هنا اللي هي تاني ناكد تاني 22 ونص. 22 ونص تاني بيقول لي ما ينزلش يكسر التريد الاولاني. طب هو بعد ما راح ال 22 ونص عمل ايه؟ لاحظ معايا نزل راح فين؟ 19 55. فين هي دي؟ ادي 19 واقف فوق منها اللي هي التريد التاني. طب ارتد؟ ارتد. حاول يعمل محاولات، عمل 21 20 هاي وقفل 20 70. ال 20 70 وهو فوق التريد. ما هو نزل هنا التريد تاني هيطلع يجرب على التريد اللي فوق منه. وهو ده بقى شغل الناس لازم تفهمه. لما ينزل لمكان اخش شاري وبعدين اطلع لمكان ما قدرش اخش بايع، اللي هي بقى بيلعب بكميه متسويه وكميه مش عارف ايه، بدل ما عمال الورقه طالعه نازله كل يوم وهو قاعد مستني رقم معين. وانا لما بقول في مستهدف للورقه انا بتمنى الناس ما تستناش الهدف، لا تشتغل برضو، يعني تحرك اللي معاها شويه، يعني الميه الراقده دي حركوها شويه. طيب بعديها طلع عمل ال 20 وقفل ال 20 70، يعني حافظ على التريد اللي هو التالت. طب ما تيجي نشوف عمل ايه بعديها. لا نزل منه تاني، راح بص كام 19 فلات وقفل 20 11، يعني بيحاول برضه يحافظ على منطقة الهدف التالت. نزل ال 19 وطلع منها تاني، يعني ادي تريدتين موجودين اهم مش وحشين ابدا الواحد يشتغل عليهم. طيب بعد كده حصل ايه؟ صعد مرة اخرى، واخر يوم لينا تداول 2071 و19 و2071. يعني هو فين 2071؟ واقف على التريد التالت. وكما قلنا لما بيشتغل بين التريدين دول بتبقى مع عمليه مقلقه، هل هيروح لل 22 ويخترق عشان يوصل، ولا ينزل تاني للتريد الاولاني ويكسر لتحت؟
هو ده المنتظر والمتوقع ان شاء الله باذن الله. ايا كان الوضع شكله ايه، حتى لو نزل تاني للتريد الاولاني يطلع يخترق ال 22 وصولا للهدف الثالث 35. والله اعلم بعلم الغيب، والقرار قرارك وليس قرار نجاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.